السلام عليكم، صباح الفل. كلمة مخلبيات أو سماد مخلبي، حديد مخلبي بتتكرر كتير قوي وأكيد سمعناها. حد بيشتكي من اصفرار من الزرع فبيروح لمهندس زراعي فبيقوله حط له حديد مخلبي. طب عنصر الحديد هو عارفينه، يعني ايه مخلبي بقى؟ وايه اللي يخليني احط سماد مخلبي ما احط سماد عادي وهي كلها أسمدة؟ أوعدك هتطلع من فيديو النهاردة هتعرف كل حاجة ببساطة، يعني ايه مخلبيات، أشهر أنواعها في المجال الزراعي، ازاي بتتصنع، ايه الفرق بين السماد المخلبي والسماد العادي، وهل كل العناصر المغذية ينفع تبقى مخلبيات ولا لأ، ازاي اشتريها واتأكد من جودتها. معاكم مهندسة أميرة طه، يلا نبدأ الفيديو. أول حاجة، يعني ايه مخلبيات؟ فكرتها ببساطة هي عبارة عن غلاف أو قشرة أو كفر بتغلف العناصر الغذائية لضمان وصولها للجذر النباتي بدون أي ضرر وبسهولة. طب ايه الهدف اني احط العنصر الغذائي جوه غلاف لما ممكن اسمد بيه دايركت؟ السبب ان في عناصر مغذية خاصة العناصر الصغرى بتترسب تحت ظروف التربة القلوية او الحامضية، وده بيخلي النبات ما يستفادش من العنصر لانه بيترسب وبيتحول لصورة غير صالحة للامتصاص، فبالتالي الجذر مش بيقدر يمتصه وبالتالي بيبقى هدر في التربة كأننا ما سمدناش، وده سبب لجوءنا لفكرة التخليب. طب يعني ايه مخلبيات بالطريقة العلمية؟ عبارة عن مركب عضوي حلقي مرتبط بعنصر غذائي معدني أو أكتر، يعني ممكن أحط فيه عنصر غذائي واحد أو أكتر قابل للذوبان في المية. عامل الخلب ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن مادة عضوية بتحتوي على ذرة أو أكتر مانحة لزوج من الإلكترونات لتكوين رابطة تساهمية مع العنصر الغذائي أو المعدن. عملية التخليب عبارة عن ارتباط معدن أو عنصر غذائي بقاعدة عضوية عن طريق وسيلة خلب وهي الشحنات الكهربائية. طب ايه مميزات المخلبيات؟ هي الوسيلة الوحيدة السليمة لإمداد النبات بالعناصر الصغرى عن طريق المجموع الجذري بشكل سليم واستفادة كاملة. طب ليه؟ بضمن ان العنصر بيوصل للنبات في صورة سهلة للامتصاص، بمنع التفاعل بين العناصر ومحلول التربة وبالتالي بمنع ترسيب العناصر، بحمي العناصر من قلوية التربة اللي بتحول الفوسفور والعناصر الصغرى إلى صورة غير دايبة وغير صالحة للامتصاص بواسطة النبات. ليه قدرة عالية على مقاومة التآكل بواسطة الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في التربة. طب هل كل العناصر ينفع أخلبها؟ الإجابة لأ، عشان العنصر يتخلب لازم يتحقق فيه 5 شروط. أول شرط هو احتواء عامل الخلب على ذرتين مانحتين على الأقل. تاني شرط تكوين شكل حلقي نتيجة ارتباط المعدن مع عامل الخلب. تالت شرط قوة التفاعل والتجاذب بين المعدن وعامل الخلب. رابع شرط هو ثبات العنصر المعدني في مدى واسع من pH اللي هي الحامضية والقلوية. خامس شرط ان يكون العنصر المعدني كاتيون موجب الشحنة ثنائي أو ثلاثي فقط. طب ايه بقى العناصر اللي متوفر فيها ال5 شروط دول؟ هما الحديد والزنك والنحاس، المغنيسيوم، المنجنيز، الكالسيوم. طيب عايزين نعرف بقى المركبات المخلبية الشائعة في مجال الزراعي خصوصا في مصر. بتتقسم لحاجتين، في عندي مركبات مخلبية من أصل طبيعي ومركبات مخلبية مصنعة. طب الطبيعية زي ايه؟ أشهرهم على الإطلاق الهيوميك أسيد والفولفيك أسيد، تارتاريك أسيد، أحماض أمينية حرة. طب الشكل الصناعي على شكل الإدها والإديتا، أشهر صورتين، وفي شكل تالت اسمه DTPA، والشكل الرابع والأخير هو CDTA. طيب ازاي أشتريها؟ شوية حاجات لازم نخلي بالنا منها واحنا بنتعامل مع المخلبيات. أول حاجة إن لازم تكون العبوة عليها رقم التسجيل في وزارة الزراعة، لأن الأسمدة والمبيدات سهل جدا إنها تتغش. تاني حاجة، ملمس جميع المخلبيات بيكون شبه الدقيق الباودر، بيكون متجانس تماما، مبيكونش فيه حبوب سميكة وحبوب رفيعة. تالت حاجة، المخلبيات في الصورة الصلبة، الصورة الباودر أفضل من الصورة السائلة. طب ليه؟ لأن السائلة بتكون أصلا عبارة عن باودر مخفف زيادة، وبيعملوا كده ليه؟ عشان زيادة الربح التجاري. وده شكل الحديد المخلبي، شكل المغنيسيوم المخلبي، ودي الأشكال التجارية الموجودة في مصر. كده خلصنا الفيديو، أتمنى تكونوا استفدتم. لو عندكم أي سؤال ممكن تكتبوه في الكومنتس. السلام عليكم ورحمة الله.